بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الجزائريين والجزائريات في وسائل التواصل الاجتماعي، كاين حملة مقاطعة للمنتوجات المغربية قامت بها الجالية الجزائرية في أوروبا، ونشكرهم على هذه المبادرة. وإحنا في الجزائر وكما يعلم الناس الحمد لله ما عندناش منتوجات مغربية، ولكن نقدروا نديروا ونكملوا المبادرة اللي داروها خلطنا في أوروبا، ونقاطعوا اليد المغربية، نقاطعوا اليد المغربية اللي تعمل هنا في الجزائر. وليكن في علمكم وكما قال الرئيس عبد المجيد تبون أنه كاين تقريبا 60,000 عامل مغربي شرعي في الجزائر. لو نزيدوا نضيفوا لهم على الأقل واحد 100,000 مغربي غير شرعي حراق، يعني لو نجمعوهم كامل يصبحوا 160,000 مغربي في الجزائر، عامل في الجزائر. هاد 160,000 مغربي اللي راهم عايشين في الجزائر، لو كل واحد فيهم يوفر على الأقل 20 مليون كما نقولوا احنا عادي، 20 مليون في السنة تقدر توفرها عادي. 20 مليون لو نحولوها للدولار كما قال خونا قادر، على الأقل 1000 أورو، 1000 دولار في السنة. 1000 دولار في السنة نضربوها في 160,000 مغربي تصبح لنا تقريبا 1,600,000,000 دولار يوفرها المغربي هذا للبنوك المغربية، وفي نفس الوقت الاقتصاد الجزائري يخسر نفس المبلغ. لو تلاحظوا هنايا، مع العلم أن هذا المغربي هذا اللي راه يعمل هنا في الجزائر، هذا راه عايش لاباس عليه، ما يخلصش الضرائب، ياكل المنتوجات المدعمة. فخوتي الجزائريين كونوا رجال. أنا لما الأمر يمس البلاد نتاعي مستعد نضحي بالنفس تاعي، فما بالك نضحي بمروكي يخدم هنا في الجزائر. خوتي الجزائريين كونوا رجال ونطردوا اليد العاملة، والله ماشي نطردوها نوقفوها عن العمل، وبارك الله فيكم.